وسهلا الأحباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كنطلع لكم من جديد من بعد واحد الغيبة اللي كانت طويلة شيئا ما لظروف صحية. كما كتعرفوا حبيباتي، رجعت لكم بواحد الفيديو بسيط سهل التقضية والتحضيرات ديال رمضان. درت واحد الجولة في أسواق السلام وغادي نتقاسم معكم المشتريات اللي خديت، من بينهم هاد العلاب هادو اللي خديت ب 11 درهم الوحده. كما كتشوفوا صراحه البلاستيك ديالهم نوعيه جيده وزوينه بزاف، كتصلح حتى اللافيسيل والميكرووند، ما كيخسروا ما والو. البنات حتى هذه هي زوينه اللي كتجي مقسومه على 3 وكل حاجه كديريها بوحدها بلا ما كيتشاركوا، كتجي صراحه انا عجبتني هذه عمليه بزاف. دايره 17 درهم، وكذلك حتى هي تصلح اللافيسيل والميكرووند. وهذه البنات دايره 22 درهم او 23 درهم، راكم عارفين ديك الفصيله ما تتبانش. المهم البنات زوينه بزاف، هذه عجباتني. عندها هاد الغطاء ديالها محكم كما كتشوفوا بهذا البلاستيك اللي كيكون في الجناب، كتخليها كتسد مزيان وكتجي على هذا الشكل شفافه، كتبين لك الحاجه اللي كتكون في الداخل. وكنظموا بها الثلاجه او شي غونجمون عندكم، وكلشي تيبان هكا، كتمشي بسهوله كتجبدي داكشي اللي بغيتي. المهم بنات انا خديت غير جوجات كما كتشوفوا. صراحه خديت غير هذوك كنت محتاجاهم، عارفين ان العلب تيضيعوا بزاف، ومع رمضان مع التقضيه مع هذه كنحتاجوهم. الحاجه اللي لاحظت البنات هو هاد لي ساك دو كونجيلاسيون ما كاينينش يا البنات والو، لقيتهم لقيت غير هاد النوع بوحدو اللي لقيت، ما لقيتش الصغار متوسطين الكبار، يعني طاروا بهم الناس. وهذا كيدل على ان الناس راه تبارك الله ما شاء الله، يعني خزنات كل شيء في المجمد. وهاد العاده ماشي صحيه، راه كنا غالطين كنا تنديروها. يعني بلا ما نبقاو هكا كل مره تنسمعوا مناسبه رمضان العيد هذا كنمشيو كنتهافتوا على الحاجه تنجيبوها تنقطعوها نديروها في المجمد، ما كتبقاش صالحه، كتولي غير سموم الذات ديالنا، وبالتالي غير كنضيعوا فيها حتى الفلوس. بالنسبه دابا مع غلاء الاسعار لا داعي انني نجيب واحد الحاجه اللي غاليه ونقطعها ونديرها وغادي ما نستفدش منها كيف ما كتكون هي طريه. حاجه وحده اللي كنت درت معكم في واحد الفيديو، شحال هذا هو الطماطم كنت خديتها لقيتها ب3 ديال الدراهم، والطوماط صوغي لقيتها ب4 ديال الدراهم، وكانت واحد الجوده اللي زوينه بزاف. خديت واحد الكميه اللي كثيره وصيبت معكم لي صوص واحتفظت بهم في المجمد. صراحه كانوا نفعوني، وسبحان الله مباشره اسبوع من وراء هذاك الفيديو طلعت المطيشه طلعه صاروخيه. هذه نقدر نقول عليها تدبيره اللي نفعتني صراحه. في الوقيته اللي كانت مطيشه غاليه كنت كندير الحريره، كنت كنصايب هكا لي صوص ديال لي بات. يعني صراحه هذه ممكن اننا نديروها، اما باش ناخذوا الحاجه غاليه ونخليوها تفقد القيمه ديالها في المجمد ما كاينلاش. هنا البنات كتشوفوني عزلت لكم على هاد الاشياء هذه. على فكره بالنسبه للتقضيه هذه البنات تقضيه روتينيه اللي زايد فيها هما انواع ديال الفرماج. كما كتعرفوا في رمضان تنحتاجوهم للمملحات، اما ناخذوا الاشياء الروتينيه اللي كتخصنا كل مره، ما نمشيوش هكا نتسابقوا نكثروا بزاف ديال الحوايج. بعض المرات راه كنجيبوا شي حاجه اللي ما تنقيسوهاش نهائيا. هنا البنات هاد الفرماج وكما كتشوفوا وهاد الطون هذا ما خديتهمش من الاسواق التجاريه الكبرى، خذوهم البنات من عند العطاره او الهري او الناس اللي كتبيع هكا هكا على برا. صراحه البنات كيكون ثمن ناقص. وخديت انا هنايا الكيلو ديال تشيز كريم خديته ب 48 درهم البنات، وهذه خديتها ب 60 درهم. والفرماج الكحل هذا اللي كتشوفوا معايا خديتها ب 58 درهم. راه غتلقاو كل واحد داير الثمن، شطروا على راسكم ما فيها باس. وحتى لا كريم ديال الخاصه بالطهي خديتها ب 25 درهم. المهم بصح الطونه البنات كاين واحد الفرق شاسع ما بين اسواق تجاريه ومن بين الناس اللي كيبيعوا في الهري، كاين تقريبا واحد الفرق ديال 35 درهم البنات. قلبوا وشوفوا غتلقاو انه كاين الفرق. هنا البنات غادي نتقاسم معكم هادو البنات كانوا عندي ما خديتهمش، غير بغيت نقول لكم بالنسبه تقريبا كاع النساء تستعمل الفاني الخمارات، لا داعي انك كل مره تبقاي تشري بالباكيه. انا كناخذ هادو من اتقداو، كناخذهم كيطلعوا ليا يعني رخاصين، كناخذهم ثمن الجمله بحال ديال مول الحانوت، وكنكون هكا استفدت من واحد الباكيه اللي كتطلع ليا رخيصه او كتطلع ليا صراحه مجانا.
وكيبقاو عندي كنحتفظ بهم غير في مكان ما يكونش هكا البنات فيه البروده ولا شي حاجه باش ما تخسرش وصافي. وهنا البنات قطعت لكم الصوص بان ليا شي هكا ديال الترونسبور. المهم البنات بغيت ننصحكم انكم في الحريره تبقاو ديروا الشعريه ديال السفه، ماشي الشعريه الخاصه بالحريره، كتجي زوينه وانا دائما تنديرها، كتجي بحال شكل الشوربه، هذه غير داخله من ضمن النصائح. وتنصحكم بهاد البنات بهذا زوين، ما كنديرش ليه الاشهار ما والو، ديال الالويفيرا الصراحه زوين بزاف، هذا جديد ولكن الملمس ديالو للريحه رطب على اليدين، وحتى ديك الكثافه ديالو صراحه زوين حسن من داك العادي. كانت راه ثمن البنات، يعني نفس الاثمنه، ما كاينش فرق بين هذا والالوان الاخرى او الاخرين يعني مختلفين بالمكونات. هكا كتلقاو الصفار الخضر راكم عارفين. هذا احسن البنات، غير خذوه على الضمانه ديالي. خديت هذا المعطر هذا ديال الملابس حتى هو جديد. كناخذ انا داك الغوز البنات كنت كناخذه ب20 درهم، هذا خديته ب18. ديري ليه السولد، هذا خديته من اسواق السلام. مركز وزوين واستونيش البنات، راه غني عن التعريف. غير هو واحد الحيله تندير بالنسبه للبلاك او البوطه ديالنا، بعد ما كنحكوها كتبقى خاصها واحد اللمعه. كندير انا ملمع ديال الزاج كمرحله اخيره او مرحله نهائيه، وتندوز واحد هكا واحد المنديل وكترجع البنات تتشعل. وهنا حبيباتي بغيت نقول لكم بالنسبه للفرماج ماشي ضروري خصنا ناخذو هكا هاد جوج رولوات. ممكن تمشي عنده المحل اللي غتقداي من عنده تقول ليه بغيت غير الربع ولا النص. كاينين الناس اللي تيتعاملوا بهذه الطريقه، تيقطع لك غير النص ولا الربع، وكاين اللي تيبيعوه هكا يعني بلومبالاج ديالو وتطلع لك القضيه رخيصه، جوج بثمن ديال واحد او اقل من واحد. المهم هذه غير فكره، راها كاينه البنات، يعني ممكن انكم ديروا بها. هنا البنات خديت الطحين، خديت الفينو ولا سبيسيال ولا الدقيق الاصفر اللي كنحتاجو في المسمن، راكم عارفين كلشي يعني المغرب كامل تيستعملو. وخديت كذلك سميده رقيقه، هادو البنات هي لا مارك اللي كنخدم بها زوينه بزاف. وصراحه كما كتشوفوا غير 5 كيلو كافيه، لا داعي نجيبو بزاف وتبقى نقدروا كاع ما نوصلوش لديك الكميه كامله وتبقى غير كتبرد. من الاحسن ناخذوا غير الكميه اللي غنحتاجو. انا بالنسبه لي 5 كيلو 5 كيلو كتجيني كافيه، غير الانسان يعرف كيفاش يدبر راسو كيفاش يصايب مسائل ديالو راه تكفاه. كما كيبان لكم البنات، عندنا ديك المنظمه اللي كنت شريت اللي وريتكم في الاول، خديت الخميره والفاني هاد الساشيات ديالهم، كنحاول انني نقادهم فيها على حسب الاستعمال ديالي، اللي غتكفيني واحد المده. وما تبقى غادي نجمعو في بلاصه وحده ونخزنو، ودائما يكون في مكان الاحتفاظ ما يكونش بارد باش ما تخسرش ليا خميره. وكذلك كنتهنى بصفه نهائيه من كل مره نمشي انني نتقدى بالساشي. حتى السنيده والسكر تناخذ كميه كبيره. بالنسبه للسنيده السكر كناخذ باكيه ديال 12 كيلو ديال اللي فيها 2 كيلو في البواطه ديال السكر سنيده، وكنساها البنات وكنبقى نتقدى من عند راسي. هاد القضيه تنفعني بزاف. كما كتشوفوا معايا البنات هنايا دزت الثلاجه، ضروري واحد المسيحه خفيفه من بعد كل تقضيه نيت كتعرفي شنو ناقصك، شنو عندك، شنو خاصك. هاد القضيه تنديرها انا قبل ما تنتقدر. هنا تمسح الثلاجه، خويتها من داكشي اللي فيها وعرفت اشنو عندي وشنو ناقصني، ودابا كنرتب فيها بهذه الطريقه. وقلت علاش اللي ما نتقاسمش مع البنات، هكا نشجعهم باش ينوضوا يتفكروا الثلاجه، خصوصا ما بقى لينا والو على رمضان ان شاء الله. الله يوصلنا ليه لا فاقدين المفقودين. بقات لينا غير ايام قليله بزاف بزاف البنات. المهم هكا كتعرفي اشنو عندك واشنو ناقصك.